تاجر كبير راح اسكندرية علشان يبدأ مشروعه من جديد، ولما استقر على المكان المناسب لمشروعه وأول ما دخل البيت حس بطاقة غريبة، وساعتها بدأ يسمع أصوات صراخ وكأن حد بيستنجد بيه علشان ينقذه. وفجأة لمح على الأرض بقعة من الدم، فبيسأل صاحب المكان عن البقعة دي، فبيقول له إن هنا تمت جريمة مرعبة، والجريمة دي هي سبب اللعنة. علشان تعرف إيه اللي حصل وليه وإزاي، شوف معايا الموضوع من أوله. الحكاية بدأت في مدينة اسكندرية، وتحديدا في منطقة جليم. في بداية التسعينات كانت اسكندرية فيها جنسيات مختلفة عايشين مع المصريين في سلام ومستقرين في الأجواء المصرية، لكن أكتر الجنسيات اللي كانوا عايشين في اسكندرية كانوا اللي معاهم الجنسية اليونانية، ومن ضمنهم الخواجة اليوناني كريستوس اللي كان عايش مع مراته وبناته الاتنين ماريا وكاترينا، وكانوا أسرة غنية، والأب كريستوس كان شغال تاجر، وكانوا عايشين وسط المصريين في سعادة. والحقيقة إن شغل أبوهم في التجارة كان بيدخلهم فلوس كتير جدا، علشان كده كلهم كانوا عايشين في فيلا جميلة في واحد من الأحياء الراقية اللي موجودة في اسكندرية، وهو حي جليم. لكن بعد فترة أهل الخواجة كريستوس بيطلبوا إن هو يرجع معاهم على اليونان، لكن هو بيرفض وبيقول لهم ان هو مستقر هو وعيلته في اسكندريه، وتعودوا على الحياه في اسكندريه ومش هيقدروا يعيشوا في حته تانية. وفعلا معظم عائله كريستوس وقرايبه رجعوا على اليونان، لكنه فضل موجود في اسكندريه هو ومراته وبناته الاتنين، وتقريبا كده مستقلين بحياتهم وعايشين في حالهم وملهمش تعاملات كتيرة مع الناس. ولما البنات كبروا بقوا يجيلهم عرسان كتير، لكن ابوهم كريستوس ما كانش عايز يجوزهم الا اليونانيين زيهم علشان يحافظوا عليهم. وفجأة بيموت الاب كريستوس، وبتفضل الام وبناتها عايشين في حالهم. لكن بعد فترة بسيطة امهم بتموت هي كمان، وبتفضل البنات لوحدهم وهم لسه في بداية العشرينات من عمرهم. وقتها البنتين ماريا وكاترينا بيعرفوا ان هم خلاص ملهمش حد ولازم يحافظوا على نفسهم، ويمكن ده اللي خلاهم يفضلوا يرفضوا اي عرسان بيتقدموا لهم، لانهم كانوا بيحسوا بالخوف وان اي حد كان عايز يتجوزهم هيكون طمعان فيهم وفي فلوسهم. وبتفضل ماريا واختها كاترينا عايشين مع بعض لحد ما بتمر السنين، والحقيقة ان هم كانوا معروفين ان طبيخهم مفيش زيه، خاصة الحلويات اللي بيعملوها سواء كانت يونانية أو مصرية. علشان كده بيقرروا يعملوا محل حلويات صغير ويبدأوا يعملوا فيه الحلويات بتاعتهم ويبيعوها للناس. في البداية المحل كان بسيط جدا وهما الاتنين كانوا شغالين فيه، لكن بعد شوية بدأوا ان هما يشتروا في اسكندرية كلها، وساعتها بقوا بيحققوا مكاسب كبيرة، فقرروا ان هما يشتروا المحل اللي جنب الفيلا بتاعتهم، وده هيكون المطعم الجديد بتاعهم. وبقت الناس كل يوم اول ما بيفتحوا بيقفوا بالطابور قدام المحل علشان ياخدوا الحلويات اليونانية من الاتنين دول. والحقيقة ان هم كانوا شاطرين جدا وبيحبوا شغلهم وبيهتموا بيه، اللي تقريبا بقى كل حياتهم بعد ما كبروا في السن. وخلاص بعد ما مرت السنين وما بقاش ليهم فرصة في الجواز، بقوا كل يوم يعملوا الحلويات في البيت ويجهزوها لتاني يوم، والناس كانت بتحب تفطر عندهم علشان حاجاتهم بتكون طازة وجميلة. وكانت ماريا واختها كانوا كل يوم بيفتحوا المحل بدري قبل ما الموظفين يجوا، والناس كانت بتفضل واقفة قدام المحل طابور علشان ياخدوا الحاجة بتاعتهم، لحد ما في يوم اتغيرت كل حاجة، وده في شتاء شهر ديسمبر سنة 1993. لما الناس جم يقفوا طابور قدام المحل فبيتفاجئوا ان المحل مقفول، وكمان الموظفين بتوع المحل واقفين معاهم بره، ومفيش حد من الاختين جه فتح المحل النهارده. ساعتها الموظفين فضلوا يعتذروا للناس عن التأخير ده، وكانوا بيقولوا لهم ان اكيد الاختين جايين بس في حاجة عطلتهم، لكن الناس بدأت تمشي شوية بشوية بعد ما زهقوا من الانتظار. ساعتها مجموعة من الموظفين قرروا ان هم يتصلوا بالاختين علشان يطمنوا عليهم، وكمان عشان يعرفوا سبب تأخيرهم ويعرفوا هيجوا امتى. بس الغريبة ان هم بيرنوا عليهم مكالمة ورا التانية ومفيش اي رد، فبيتفقوا الموظفين ان هم يفوتوا النهارده وما يتصلوش عليهم تاني، يمكن الاختين دول في مشوار بره او تعبوا ومش هيجوا النهارده. فالموظفين بيروحوا على بيوتهم، وتاني يوم اول ما بيروحوا على المحل بيلاقوا برضو المحل مقفول. ساعتها الموظفين قرروا ان هم يروحوا على بيت الاختين ويخبطوا عليهم، بس برضو لما بيروحوا على الفيلا في جليم وبيخبطوا عليهم مفيش اي رد. ساعتها بيتأكدوا ان في حاجة حصلت او في مشكلة، فبيتصلوا بالشرطة علشان تيجي وتشوف ايه الموضوع. ولما بتيجي الشرطة ويعملوا تحقيقات ويسألوا الجيران بتقول لهم ان هم ملهمش اي اختلاط او تعامل معاهم، لان ماريا واختها كاترين عايشين في حالهم طول عمرهم وملهمش اي اختلاط او صداقات كمان، ومحدش يعرف موعدهم وامتى بيخرجوا وامتى بيرجعوا. علشان كده الشرطة بتضطر ان هي تكسر الباب، بس المفاجأة ان هم لما بيكسروا الباب
بيلاقوا اثار دم موجودة على الارض، فساعتها بيخشوا يدوروا في الاوض بسرعة، وبيخشوا اول اوضة وبتطلع اوضة ماريا، وبيلاقوها في منظر بشع جدا، بطريقة مأساوية، والدم مغرق كل المكان، وواضح كده ان كان في مقاومة كبيرة منها للقاتل، لكنه قدر يتغلب عليها في النهاية. بس ملامح وشها بتقول ان هي شافت الرعب قبل ما تموت. فساعتها الشرطة بتحط سيناريو ان حصل مشكلة ما بين الاختين وواحدة قتلت التانية، لكن بمجرد ان هما بيخشوا الأوضة التانية بيكتشفوا مفاجآت جديدة. ساعتها بيلاقوا الأخت التانية في وضع أبشع من أختها الأولى، بتكون هي كمان غرقانة في دمها وراسها مفصول عن جسمها. الغريب بقى ان بيلاقوا ان الباب سليم ومفيش اي محاولة لكسره، وساعتها بيبعتوا الجثتين على المشرحة علشان الفحص الجنائي. وهنا بدأت الشرطة تعمل التحقيقات بتاعتها في جريمة الاختين ماريا وكاترينا، وفعلا الشرطة بتكتشف ان في عملية سرقة تمت في الفيلا، لان كل الفلوس والذهب اللي كان موجود في الفيلا اتسرق. بس المشكلة مين اللي عمل كده وارتكب الجريمة البشعة دي؟ وطبعا الشرطة سألت الجيران والناس اللي كانوا يعرفون في اسكندرية علشان يعرفوا مين اللي كان بيتردد عليهم في اخر فترة، لكن الغريب ان الجيران بيقولوا ان مفيش حد كان بيتردد عليهم في الفترة الاخيرة، لانهم كانوا عايشين لوحدهم واهلهم كلهم موجودين في اليونان. المشكلة ان القاتل فعلا ما سابش اي حاجة وراه او حتى بصمة ايد. والحقيقة كمان ان القضية دي انتشرت في مصر كلها مش اسكندرية بس، وده لبشاعة اللي حصل للأختين ماريا وكاترينا. بس للأسف وفي النهاية وبعد سنة من التحقيقات الكاملة اتأيدت القضية ضد مجهول، لأنهم معرفوش مين هو القاتل. لكن دي ما كانتش نهاية القضية، وده لأن في شهر يوليو سنة 1996 يعني بعد أكتر من 3 سنين على القضية، الشرطة بيجيلها بلاغ من واحد اسمه عبد السلام شغال في محل أنتيكات في محافظة الشرقية. اتصل بالشرطة لأنه ساعتها شاف موقف غريب، لأنه هو موجود في المحل بتاعه جاله شاب في أواخر العشرينات وشكله طيب وبسيط، لكن الغريب إن هو جه محل الأنتيكات وعرض على عبد السلام تحف نادرة جدا وألبوم مليان طوابع بريدية يونانية ومصرية وإنجليزية قديمة جدا، وواضح كده إنه ما كانش فاهم أي حاجة عن قيمة الطوابع اللي كان بيبيعها، وده اللي خلى عبد السلام يشك إن الراجل ده سرق الحاجات دي من حد. علشان كده قدر إن هو يعمل حيلة على الراجل ده علشان يقدر يمسكه، فقال له إن هو هيدفع له فلوس كتير في الطوابع دي، بس بشرط ان هو يجيله بكره علشان يكون حضر له الفلوس. وفعلا الراجل مشي وكان مبسوط جدا، وساعتها عبد السلام اتصل بالشرطه وبلغهم باللي حصل. فورا قوه من الشرطه بتتحرك على المحل بتاع عبد السلام وبيستنوا الراجل هناك، واول ما بيدخل بيقبضوا عليه وبيسألوه عن المكان اللي سرق منه الطوابع دي. طبعا هو بيظهر عليه التوتر والخوف، وبيقول لهم ان الطوابع دي ملك لعيلته، وان جده كان عنده هواية جمع الطوابع النادرة والقديمة. بس طبعا الشرطة مش بتصدقه وبيروحوا معاه على بيته علشان يفتشوه. وهنا كانت المفاجأة، لانهم لما بيروحوا بيته بيلاقوا ان هو عايش في شقة قديمة وصغيرة وباين عليها الفقر. بس الغريب ان هم لما بيفتشوا الشقة دي بيلاقوا جواها تحف وانتيكات وحاجات دهب كتير. وهنا بيتأكدوا ان شعبان اللي راح لعبد السلام سرق الحاجات دي كلها من مكان معين، وطبعا بيستجوبوه وبيحققوا معاه بقوة. وساعتها بيعترف ان الحاجات دي كلها مسروقة، وانه سرقها من فيلا مشهورة في منطقة جليم في اسكندرية. فبيعرفوا انهم لقوا اخيرا حل اللغز الاختين ماريا وكاترينا. وساعتها شعبان بيحكي لهم على القصة من اولها، وبيقول لهم ان هو من اسرة فقيرة في محافظة الشرقية، وسافر على اسكندرية علشان يدور على لقمة عيش، لكن للأسف هو ما كانش متعلم ولا كان عنده صنعة متعلمة، فاضطر ان هو يشتغل اي حاجة علشان يكسب فلوس. والشغلة الوحيدة اللي هو قدر يشتغلها انه يوزع انابيب غاز. وساعتها اتعرف على الاختين لانهم بيشتغلوا في محل حلويات وبيضطروا ان هم يغيروا انابيب غاز كل يومين، وكان هو اللي بيجيب لهم الانابيب. وهم كمان كانوا طيبين جدا وكانوا بيديله فلوس بزياده. ولما عرفوا ان هو فقير واحواله الماديه وحشه فكانوا بيديله كمان حلويات من اللي كانوا بيعملوها. وطبعا كانوا بيدخلوه البيت علشان يركب لهم انابيب الغاز في المطبخ، لكن للاسف ما كانوش يعرفوا المخطط بتاعه ان هو بيخش البيت علشان يعرف المخارج والمداخل. لكن شعبان بالرغم من الطيبه والعطف اللي لقاه من الاختين لكنه استغل انهم فوق ال60 ومش هيقدروا يدافعوا عن نفسهم، وقرر ساعتها ان هو يقتلهم علشان يسرق الفيلا. والحقيقه ان هو اختار شهر ديسمبر بالذات علشان ده بيكون موسم بالنسبه لهم، لانهم في الوقت ده بياخدوا عربون من الناس علشان يعملوا لهم حلويات كتير. فقرر ساعتها ان هو ينفذ العمليه بتاعته في الوقت ده
علشان خاطر ياخد الفلوس كلها. في اليوم اللي هو هينفذ فيه الجريمة بتاعته، شعبان بياخد سكينة كبيرة معاه، وساعتها بيدخل الفيلا عندهم بشكل طبيعي جدا لانهم عارفينه، فطبعا بيفتحوا له الباب علشان يدخل يتأكد من الأنبوبة. فماريا بتدخل على أوضتها وهو بيدخل وراها وبيكتم نفسها بالمخدة، لكنها ساعتها بتقاوم. لكن لما بيلاقيها بتقاوم بيطلع السكينة اللي هو خدها معاه بطريقة عنيفة جدا، وبيروح بسرعة لأوضة أختها التانية نفس الطريقة، وبعدها بيروح بيسرق كل الفلوس اللي موجودة في البيت. بس المفاجأة ان هو ما بيلاقيش الفلوس كتير زي ما كان متوقع، فبياخد كمان الذهب بتاعهم معاه، وكمان بيجمع كل التحف والانتيكات اللي موجودة في البيت وبياخدها. لكن بيلاقي خزنة موجودة على جنب، فبيفتكر ان جواها ذهب وفلوس تانية، فبيروح يدور على المفتاح بتاعها، واول ما بيلاقي المفتاح بيفتح الخزنة وبيلاقي طوابع بريد قديمة، فبياخدها كلها وبيخرج بره الفيلا. والحقيقة ان شعبان بيقول للشرطة ان هو كان مضطر ان هو يعمل السرقة دي لان هو ما كانش معاه يدفع ايجار البيت اللي هو عايش فيه بقاله شهرين، وكمان ابوه كان لازم ان هو يعمل عملية خطيرة في القلب وهو ما كانش معاه فلوس، خاصة وهو بيشرب مخدرات وما كانش عارف هيجيب مخدرات ازاي بعد كده لان هو معهوش فلوس. علشان كده فكر ان هو يسرق الاختين دول علشان هم عايشين لوحدهم وانهم كمان كبار في السن. وللاسف بعد ما سدد الديون بتاعته وعمل العملية لابوه وخلص كل الفلوس بتاعته على المخدرات، اضطر ان هو يبيع الطوابع البريدية القديمة. فواحد صاحبه قال له ان الطوابع دي بتجيب فلوس كتير جدا، فساعتها قرر ان هو يروح لعم عبد السلام اللي موجود في محافظة الشرقية. لكن للأسف ما كانش يعرف ان دي هتكون نهايته، وطبعا اتحكم على شعبان بالإعدام لأنه قتل الأختين ماريا وكاترينا اللي كانوا بيعطفوا عليه وبيحسنوا إليه. وبالرغم ان القضية انتهت، لكن لحد دلوقتي المكان بتاع الفيلا مرعب جدا، والناس بتسمع فيه أصوات غريبة وطاقة مخيفة مسيطرة على المكان. ويظهر كده ان كاترينا وماريا لسه ساكنين في الفيلا. لو لسه مكمل لحد هنا ما تنساش تدعمنا بلايك وتشترك في القناة وتقول لنا ايه رأيك، واشوفكم الفيديو الجاي. سلام.